إذا شفتي بنتك منزوية عنكم في إحدى الغرف شوفي جوالها. بنتك بدأت تنعزل عنكم عن حضور المائدة أو جلسة القهوة شوفي جوالها. قللت الأكل، نحفت بشكل مفاجئ بدون أمراض شوفي جوالها. تغير أسلوبها معكم، تبكي أحيانا، صار عندها اضطراب وقلق وشرود، قيلون فجأة، اكتئاب فجأة شوفي جوالها. بدأت تسمع أغاني وشيلات والسماعة دائما بأذنها وما تترك الجوال من يدها شوفي جوالها. مزاجها متقلب بشكل ملحوظ، يوم فرحانة فجأة ويوم زعلانة بدون أي أسباب شوفي جوالها. سلوكيات ولباس وكشخة وتصوير بشكل مبالغ فيه وغير معهود شوفي جوالها. شوفيه من باب المزاح، لا توهميها بأنك شاكة فيها، لا، شوفوا بلا خصوصيات بلا خرابيط. هذه بنتك تحمل اسمك، بكرة إن انحرفت راح تؤثر على سمعتك أنت، سمعة خواتها، سمعة العائلة بأسرها. ما في خصوصيات بين الأم وبنتها. ظهرت بلاوي وصور وعلاقات من طالبات في المرحلة المتوسطة والثانوي والجامعة، علاقات شيب الرأس استغلوهن الذئاب من خلال الصور وإرسال بعض المقاطع، يقعون في الفخ ولا يحسنون الخروج منه. والسبب الأم ما تبي تتابع بنتها بحجة أن البنت كبيرة ولها خصوصياتها. بسبب سوء العلاقة بين الأم والبنت تخاف من أمها فتعطي الذئب ما يريد حتى ما يفضحها.